تحت العين ما يكون شي. استخدمه الصبح ليل عصر مغرب، بعد كل صلاة، بعد كل سباحة، بعد كل شيء، وما يخلص ما شاء الله. قالت ان هي ما تستخدم الا هذا. من اول ما شفتها تتكلم عنه صاروخ لكارفور، والله ركض لكارفور خفته. السلام عليكم، ايش حالكم؟ شو مسوين؟ فيديو اليوم بيكون عبارة عن منتجات حبيتها في 2022. طبعا هو في وايد اشياء بس هاي اللي قدرت يعني اجمعها. كتبت في ورقة الاشياء اللي بتكلم عنها. بتكلم عن البيوتي والسكين كير، الكترونكس، فود، والفاشن. طبعا انا قسمت الاشياء اللي بتكلم عنها عشان لو تبون تختصرون تضغطون على المقطع اللي انتم تبونه تقدرون. اوكي، اول شيء بتكلم عنه هو الميك اب. تعرفون انا مو بوايد احب ميك اب، فهالاشياء اللي انا صدق حبيتها في هالسنة. اول شيء اللي هو كونسيلر. طبعا ما استخدم وايد كونسيلر، بس لو بستخدم كونسيلر استخدمت هذا من فيت مي ميبلين. رقم 20. وايد حبيته، يعني مو بكيكي، عرفتوا يعني ما شي يعني تحت العين ما يكون شي، ما يتشقق وشي، بس اهم شيء الوجه يكون مترطب. ثاني شيء الارواج. هاللبك. طبعا كل شيء من كيكو. يعني انا استخدم الميك اب مالي 90% من كيكو. الله، والميك اب مالي كلها عبتين. هذا من كيكو. كريمي ليب كرايون رقمه 4. اوكي، الشيء الثالث اللي هو هالليب بنسل بعد من كيكو. اخذته قريب وخلاص ادمان. رقمه 505. تشيلونه، ما اعرف لو واضح. هالونه عجيب برد اشتري مرة ثانية. انا احب شي يعني في كل شنطة يكون عندي ميك اب، يعني شي ريتاتش. واحب استخدم معاه هالليب جلوس. صورته كله صورته في مشترياتي من كيكو. رقمه 20. رقمه 20. فوقه شي يكون وايد حلو. اوكي، ها بالنسبة للميك اب. الحين بالنسبة للمانيكير. الحين المانيكير هاد 3 ألوان وفي لون رابع موجود بس أختي خدته اللي هو هذا. تخيلوا خذت 4 ألوان ب40، كان عليهم خصم، يعني خصم شوفوا 50%. ما أعرف لو واضح، ما أعرف ليش مو واضح. أوكي. هالألوان، هاللون تركوازي وايد حلو، وهالأخضر حسيته شي وايد حلو حق الشتا، وهالبينك عليه شوي جليتري يتجنن. وطبعا مزيل مانيكير اللي احب استخدمه من كيكو. اعتقد الحين غيروا شكله صار شي افتح. هالمزيل مانيكير الحلو فيه انه يمسح يمسح المانيكير يوم تحطون اظافركم داخل. فالحين براويكم كيف تستخدمونه. اعتقد كل حد يعرف، بس يعني بس عشان اراويكم. فالحين بحط مانيكير شوي. لازم اسوي لكم سواتش على هذه. هذا 1 كوت. فشو تسوون؟ طبعا تريونه ينشف. هني داخل في نفس السفنجة وفيها مزيل مانيكير، تدخلون الصبع داخل جي، خلاص مسح. وايد احبه، وايد سهل. اوبس. اوكي، الحين من البيوتي خلصت الميك اب والمانيكير. الحين بتكلم عن العطور والبخور. خلي انا صدق حبيتها هالسنة وبرد اشتريه مرة ثانية. اول شيء اللي هو معطرات الجسم من بيت الصابون اللبناني. هذيل الثلاثة يعني من اجمل الاشياء اللي اخذتها من عندهم. بعد الشاور ترشونه والصدق ريحته تم، حتى الحمام شي ريحته نظافة. اول واحد شوق، يعني صدق يجنن، احلى واحد. بعدين ليالي بيروت وعليتشي. طبعا أنا عندي زيت الجسم من بيت الصابون اللبناني، ريحته شوق، يعني الريحة شوق، بس ما بتكلم عنه الحين لأن هذا مال عناية. المهم هالثلاث أشياء من بيت الصابون اللبناني يتجنن. لو عندي كود خصم بحط لكم بس ما أعتقد. الحين عطر الشعر. هالعطر الشعر من أطياب المرشود وايد حلوة. عندي البوكس اللي فيه 3 ألوان، البنفسجي والأزرق والوردي.
الوردي بعد حلو بس ما أحبه علي، أحبه على الناس، حتى البنفسجي أحبه على الناس ما أحبه علي، بس الأزرق الوحيد اللي حسيته حلو علي على شعري. ما أعرف يعني، أحس الشعر يفرق من شخص لشخص، ما أدري. المهم إنها بالنسبة لي أحلى شيء. أوكي الحين معطرات الغرف. هالشي خذته من رصاصي، أعتقد صورت لكم مشترياتي من عنده، بحط لكم اللينك. ريحته فلفت بوكيت، بوكيه اللي هو شي شكله، بس مشكلته انه شوي يعني احسه خفيف، فهمتوا؟ بسرعة يخلص، بس يعني بعرف، بس يعني ستيل موجود، ورشته وايد حلوة يعني يجي سموث. اوكي، وهالشي خدته قريب، صورت لكم اياه في اخر مشترياتي، اخر شوبينج سويته. هذا من نسيت صراحة من وين، خلوني اتذكر، من اللي هو اخر فيديو نزلته. هاي ريحته وايد تجنن، حلوة مع البخور، ريحته شوي قوية. زين الحين البخور. اول شي بتكلم عن امبريال عود. صورت لكم قبل. وايد احبه يعني، انا وايد اشتري من عندهم، بس هذا الريحة من احلى الروايح عندي. تشيكون. هذا اسمه جواهر سيلانية دبل سوبر تشيكون. الحلو فيه انه يحطوا لكم كل المعلومات في البوكس من ورا، فهمتوا؟ ريحته يعني فخامة وراقية. طبعا هذا راقية كشميري، مو براقية الأوريجينال. هو أوريجينال يعني من راقية من رصاصي، بس يعني هالريحة الثانية حق راقية، عرفتوا؟ صورت لكم اياه وايد حلو، بس ستيل الأوريجينال اللي هو الراقية وايد حلو، بس أعتقد إنه انقطع في السوق شي. المهم بس إنه هذا صدق حلو حق الغرف، حق البيت يعني بشكل عام. واخر شيء بتكلم عنه هو الجهاز هذا، خذته من الفن الاماراتي. اوكي. هو طبعا هالاختراع موجود من زمان ادري، بس هذا حبيته لانه حسيته حلو يعني، ولونه حلو، كل شيء حلو. يكمل البوكس من داخل. طبعا انا شريت الاسفنجة اللي كانت داخل لانه ما له داعي. لو تبون تتبخرون عادي بعدين تفتحون هذا، تحطون الكسرة داخل، تسكرونه يكون حق الشعر، يعني تبخرون فيه الشعر. زين، بس انا الحين بحطه عادي. اوكي ما في شارج. المهم يجي معاه ملقط، ما استخدمته لانه اوريدي عندي، ويجي معاه هالملعقة اللي تاخذون فيها الدهون، شارج، وفرشة تنظفون فيها المدخنة. وايد حلو حق السفر احس، وتجي الطلعات اللي تحتاجون فيها بخور يعني. اوكي الحين خلصنا البيوتي، الحين بننتقل للسكين كير. السكين كير هذيل اللي صدق يعني هالسنة حبيت وبتكلم عنهم. اول شيء كريم الجسم، هو بيكون مكس يعني ما برتبهم. كريم الجسم هذا من بيت الصابون اللبناني. ريحته ليتشي بعد واضح، بس صدق حلو بعد الشاور، يرطب الجسم. وهذا الزيت اللي تكلمت عنه. ريحته شوب دراي اويل بعد السباحة. وهذا من ايزيل، أرغان أويل. استخدمه في أطراف شعري، استخدمه على جسمي بس مش كل مكان، يعني أماكن اللي أحسها صدق تحتاج 100% زيت أرغان. البنفيت اللي هو anti aging treatment moisturizer for face hair body, soothes inflamed and sensitive skin, repairs damaged hair, strengthens the nails. أنا صراحة استخدمه على أطراف شعري وعلى وجهي وعلى مثل ما قلت لكم مناطق من جسمي، مو بكل مكان. هالسكراب مو بأول مرة أتكلم عنه، وهالسكراب أصلا يعني دايما أنا أشتريه، فغني عن التعريف. هذا السكراب استخدمه في الشاور، يعني أحطه داخل الشاور، لأن بعض المرات أحتاج سكراب حق وجهي. وما بقول إني أستخدمه كل يوم يعني، بس كل يومين. هو المفروض أعتقد إن السكرابات ما تستخدمونه يوميا، بس أنا لأن أحسه خفيف على الوجه وريحته تجنن فليش وما تحسست. الصابون المغربي هذا بعد من ايزيل. وايد حلو، ريحته تجنن. ريحته شوي فيها فيكس، اعتقد ريحته فيكس، لان ريحة الحمام تكون احس سبا، والله سبا، وريحته تخيلوا مال يومين في الحمام، يعني استخدم شوي منه ويسدني حق جسم كامل. صدق انصحكم
هالشي من ايزي. وهالبودي ماسك انا مو وايد ويا البودي ماسك، بس لو بستخدم بودي ماسك اكيد بستخدم هذا. ريحته حلوة، تشوفوا مكتوب أرغان أويل، راسول كلي، الورد الدمشقي، هيك دمشقي. ريحته وايد حلوة، شوي يابس بس مع الماي شي يرطب. ريحته ورد، يعني مو بوايد أحب الورد بس ريحته ورد. الحين أنا وجهي بعد ما تعالجت من الركتان وكل شي، ولا غسول ناسبني وكان يطلع لي حبوب كل شي. بس يوم عرفت عن سيرافي، ما أعرف كيف ينطقونه، بس هذا يعني تخيلوا كبير، أكبر حجم أعتقد في السوق. بعد ما خلص يعني ما أدري من كم شهر مشتريته، بس هو ما له ريحة. وينظف وجهي وما حسس لي وما طلع لي ولا حبوب. فهذا يعني هذا صدق يجنن، ما لقيته في ولا صيدلية غير في أمازون، فقلت بشتري يعني بشتري. وخذت معاه هذا، شفت عليه وايد مدح في تيك توك وقلت لازم أجربه. هو عبارة عن نفس فازلين، ينحط في الليل، ممنوع الصبح. بعد ما تغسلون وجهكم وترطبونه تحطون شوي من هذا، يعني نقطة، ويعني يوم تقومون من النوم تحسون وجهكم شي زجاج من قوة اللمعة. يعني هو يحافظ على البشرة وقت النوم، عرفتوا؟ ومرطب وجهي استخدم بايوديرما اكيد يعني، تشوفوا وايد كبير. وبعد ما اخلص استخدمه الصبح ليل عصر مغرب، بعد كل صلاة، بعد كل سباحة، بعد كل شيء، وما يخلص ما شاء الله. هالوحيد اللي يناسب بشرتي. طبعا انا بشرتي وايد حساسة، خاصة بعد ما تعالجت من ركض. اوكي، بعد ما اتسبح استخدم هذا من ماكاديميا. ريحته تجنن، ريحته والله ريحته تجنن، اوفر تجنن. بس مشكلتهم ما عندهم شامبو بهالريحة. يعني لو عندهم شامبو بهالريحة انا خلاص، يعني خلاص بنهار. حتى قلت حق الرجال يعني انا ما يهمني لو الشامبو اوكي مش صحي بس اهم شي يكون نفس هالريحة. قال لي والله ما عندنا. فعندهم نفس هالشي، يعني نفس هالمكونات بس ريحة ثانية. قلت له لا شكرا ما ابغى. هاي ريحته والله تجنن، تخلي ريحة الشعر نظافة، اوفر نظافة. او ماي جاد. اوكي، اباكم بس تروحون نزيه وتشمون ريحته، بس ما اباكم تشترون، بس اباكم تشمون الريحة. سعره كم؟ 113، بس وايد يستاهل وشي حجمه كبير. واخر شي في السكين كير والعناية شي اللي هو هالديودرنت. يعني شو اقول هالقصة قلتها في فيديو قبل، بحط لكم اياه فوق. وحدة اسمها ريبيكا، ان شاء الله قلت اسمها صح، ريبيكا، مغربية او تونسية جزائرية شي شي. تكلمت عنه، قالت ان هي ما تستخدم الا هذا اللي هو نيفيا من حق ريايل. اسمه كول كيك. بنات، من اول ما شفتها تتكلم عنه صاروخ لكارفور، والله ركض لكارفور خفته. احلى ديودرنت في العالم، احلى ديودرنت جربته في حياتي، ناسبني بشكل مش طبيعي. صرت اطلع من البيت وانا ثقة، وقسما بالله اني ما افكر، والله ما افكر ان ريحتي تكون خايسة. بس يمكن ما بتحبونه لان ريحته شوي رجالية، بس ترى يوم ينشف ما تشمون الريحة، عرفتوا؟ ما تشمون ريحة رجال يعني. بس صدق يعني هذا ما اعرف يعني الصراحة، والله ودي اشتري كله من السوق عشان ما يخلص علي. هاي جان، ايش حالكم؟ اخر بارت من الفيديو ما كان له صوت، ما ادري شو صار في الكاميرا، بس البارت الثاني ان شاء الله بينزل باكر، واتمنى انكم استمتعتوا. مع السلامة.